اللي بيعمل كده يبقى منسون، اللي بيعمل كده بيبقى منسون، واللي بيبقى منسون مش عايز اقول لك عندنا في الصعيد بيعمل فيه ايه يعني. احنا كلنا عارفين بس مش هنروح نقول. طوب الشيفونة معمول عمولة على قد جسمك، لو جبنا حتى سيرة الرجولة مش هلاقي اسمك. قال بغالي الله يا جماعة، بغالي الله بجد يعني. مين اللي مات؟ لا لا، حاجة بسيطة يعني، مش مستاهلة. الرجولة بس اللي ماتت. بس يعني مش حاجة صعبة يعني، مش موضوع كبير يعني، عادي راحت نجيب غيرها، مش مشكلة يعني. طب يا عم أحمد يا سعد، يا فنان يا أستاذ يا محترم، أنت لما لابس شيفون البنات تلبس إيه؟ يعني أعرف حرامي بيلبس الشراب في دماغه، مشفتش واحد بيلبس شراب على إيده، أنا مشفتش كده. أعرف الشراب بيتلبس في الدماغ، وبعدين يعني لابس حلق، حلق. ما هو المشكلة يعني، المشكلة لما بيحبوا يزرعوا أي فكرة، احنا عارفين مين طبعا بيحب يزرع أي فكرة، مش بيجيبوا حد زيي يعني أنا عندي 5 بيتفرجوا عليا أساسا يعني، أنا عندي 5 بيشوفوني، مش هيجيبوا واحد زيي عشان يزرع الفكرة دي في الشباب، لأ هيجيبوا واحد عنده شعبية، واحد مثلا زي أحمد سعد عنده شعبية، الشباب بيحب يقلد، لما يشوف حاجة زي كده هيقول لك دي موضة، يبقى كله هيخرم الودان بقى، مش احنا بقى وداننا مخرمة ومهوية، نلبس بقى حلقان والدنيا حلوة عادي، ما هو الفنان عاملها، ما دي موضة. ما هو احنا قاعدين في مصر ما بنروحش في حتة، بس الفنان ده بيسافر ويشوف الموضة الجديدة وبيجيبها ينقلها لنا. المشكلة مش أحمد سعد بس، يعني كل الناس دي عملت. خد يا زلمه. الناس دي ممثلين ومغنيين، وأكيد ليهم جمهور، والجمهور أغلبهم الشباب لسه طالع، فهمش أي حاجة في أي حاجة، كل ثقافته جايبها من النت، كل ثقافته جايبها من النت. خش يسأل على حاجة في الدين بيدخل على جوجل، في الدين اللي هو أصلا نازل من قبل مش عارف أقول لك إيه، لا خش على جوجل. طب ما المعلومات دي حتى واحد زينا ممكن واحد بيحط معلومات غلط، احنا خدنا معلوماتنا كده وعرفنا دنيتنا من حاجات غلط. الحقونا الحقونا بجد. احنا خدنا معلوماتنا كده وعرفنا دنيتنا من حاجات غلط. طيب يا بني ادمين، يا اساتذه يا فنانين، هنبقى زي الخواجات، خواجات بتوع المانيا، هنعمل زيهم؟ يعني واحد زي محمد رمضان لما طلع فيلم هاول لابس حلق، محمد رمضان اغلب جمهوره من الشباب اللي ما يفهمش حاجه في اي حاجه، وعنده شريحه كبيره من الجمهور اللي هو 3/4 شعبنا جاهل، لا اله الا الله، الناس كلها خلاص محمد رمضان عمل حاجه نعملها زيه، وهو عارف انه ليه تأثير على شريحة معينة من الشعب، من الشباب اللي لسه طالع، اللي فاهم ان مش فاهم حاجة، بس هو فاهم ان محمد رمضان ده خلاص اللي بيقوله تمام، وعارف اللي هو بيعمله بيبقى موضة. طيب يلبس حلق، ما الشباب هيعمل زيه، ما هو لما يلبس حلق ويتنسون الشباب هيعمل زيه، ما هو اللي بيعمل كده يبقى منسون، اللي بيعمل كده بيبقى منسون، واللي بيبقى منسون مش عايز اقول لك عندنا في الصعيد بيعمل فيه ايه يعني. احنا كلنا عارفين بس مش هنروح نقول. فيعني فنانين وناس ليهم معجبين، فهم لما بيحبوا يظهروا حاجة بيجيبوا واحد ليه شعبية، عشان لما هو يعمل حاجة الجمهور بتاعه ولا معجبينه هيعملوا زيه، فلازم يطلع بالشكل ده. فاتقوا ربنا في الأجيال اللي طالعة اللي مش فاهمة حاجة واخدينكم قدوة، مش عارف واخدين مين قدوة أصلا، يعني مش فاهم مين، يعني خلاص. يعني محمد رمضان من أيام عبده موتة والألماني وهو سبب الفساد والبلطجة، مش هنجيب كل حاجة عليه، ولا هنقول اللي هو اللي عمل هو اللي جاب حد وقال له بلطج وواحد جاب حد، عشان دي الحاجة اللي احنا بس احنا عارفين محمد رمضان دماغه فيها ايه وبيعمل ايه ورايح فين وجاي منين. تمام. يعني خلاص اللي خلاه يتصور مع الصهاينة ولاد الوسخ، مش عايزين يلبس حلق، هيلبس حلق عشان نص الشعب يلبس حلق ويتنسون، هو واحد منسون هيتنسون، نص الشعب هيبقى نسوان، نصنا هيبقى بسكليتات هنبقوا عجل.
خلاص. مش كده يعني، مش أي حاجة نشوفها نعملها، مش أي حاجة نشوفها نعملها. وبعدين ابننا والّا بنتنا مش هيتعلّم حاجة من التلفزيون، حياة ربنا ما بيتعلّم حاجة من التلفزيون. ما فيش حاجة، ما فيش عمل يطلع زي الناس يفهّم حد حاجة، كل الأعمال ساقطة، إحنا صفر دراما، صفر سينما، صفر فن، صفر في كل حاجة، إحنا صفر في كل حاجة، حياة ربنا إحنا صفر في كل حاجة. يعني إحنا فقرا أوي، لأ مش في الفلوس بس، إحنا في معلومات، في ثقافة، في كل حاجة، إلا ناس قليلة ربنا كرمهم كده وعدّوا من الموضوع ده. يبقى إحنا أمّا نشوف واحد منسون نعمل زيه؟ لأ، إحنا نخلّي بالنا من ولادنا وعيالنا وبناتنا ونقول لهم ده صح وده غلط، ده صح وده غلط. التلفزيون مش هيربي عيالنا، التلفزيون مش هيعلّمهم حاجة.